من الشخصيات القليلة بالوطن العربي اللي عندها هاي المعلومات، فهنيئا لك ولأهل اليمن بهاي المعلومات. ترى تو ينتبه لك على راس انت واليمن واهل اليمن. الله يحفظكم. يقول انا كمبيوتر، صح؟ نعم. كمبيوتر الماني. اتحدى اي معلومه، اي سؤال مني منك، من اي الجن. متاكد 86 من كاس العالم حققه. 86 فازت الارجنتين على المانيا الغربيه 3-2. سجل الارجنتين فالدانو براون بورشاجا، وسجل المانيا رومانيجا فولر. والهداف كاس العالم كان قاري لينيكر من انجلترا، والملعب الازتيك. اما بالنسبه للحكم فكان البرازيلي ادبي. حتى الحكم تعرفه؟ حتى الحكم ادبي. 82 82 فازت ايطاليا 3-1 على المانيا الغربيه. سجل اهداف ايطاليا ترديلي توبيلي باولوريسي. اما المانيا سجلها بول برايتنر من ركله جزاء. والحكم كان البرازيلي ارناندو كيلو. 90 من هداف البطوله. 90 هداف البطوله سكلاتشي. 98 جافر شكر. من حقق البطوله؟ حقق البطوله 98 فرنسا 3-0. سجل 2 الاول الهدف الاول زيدان، الثاني زيدان، الثالث ايمانويل بوتي. التاريخية اللي راح يفوز على جوجل نفسها واكتشاف البطولة. هذا الحصان الأسود حق البطولة اللي هو أخوي من اليمن أحمد اليافعي. ونعم. مساء الخير. شكرا للاستاذ خالد الجاسم على هذه الاستضافه، ولقناه الدوري قناه الكاس التي استضافتنا. الف شكر لكم. الله يسلمك. أول شيء أنت عايش في قطر؟ لا، انا عايش في اليمن. في اليمن؟ نعم. ممتاز. وجاي حق البطولة؟ اتيت لاشاهد كاس العالم لاول مره في تاريخي في قلب الحدث. وتذكرتك أي مباراة عندك؟ تذكرها مباراة الكاميرون وصربيا تاريخ 28 الساعة 1 بعد الظهر. إن شاء الله. في أي ملعب راح تكون؟ في ملعب الجنوب. ملعب الجنوب. نعم. ممتاز. صار لك كم يوم في الدوحة؟ صار لي حوالي 4 أيام. اليوم هذا اليوم الرابع. 4 أيام أو 3 أيام ونص. أنت تدري أنك لك شعبية كبيرة الحين في قطر وفي سوق واقف تحديدا، ولا ما تدري؟